بسم الله، معاكم زيزي عادل. النهارده هنعمل طريقة التورتة بمكونات 3 أو 4 مكونات. هي سهلة جدا، بدقيق سبونج بنجيبه من العطار. مش هتحتاج معاكم أي مكونات تانية ولا إضافات، لأن الدقيق ده موجود فيه محسن كيك، وفيه كمان البيكنج باودر والتفاعلات الكيميائية اللي بتبقى موجودة فيه، بيطلع لك بالشكل ده كده عالية معايا. أنا عاملاها في حلة، وكنت طبعا مغلفاها ومجهزاها. دلوقتي انا بجيب نص كيلو دقيق سبونج، عليه نص كوبايه ميه، عليه 2 كيس فانيليا، عليه ذره ملح، لازم ذره الملح، وعليه ربع معلقه خل. انا ما بحطش ولا سكر ولا اي حاجه. المكون ده فيه كل حاجه يا جماعه، اوعى حد يحط بيكنج باودر ولا اي حاجه. هو زي ما انتم شايفين كده، هتضربوه لمده 10 دقايق. تمام. وهتحطوه في الفرن على 180 وهتقعد ساعة. طبعا بحطها في الشبكة اللي في النص. انا عندي ال الفرن بتاعي كهرباء مش الغاز، انا ما عملتش في الغاز، فهياخد معاكم ساعة بالظبط فيه. شايفين هو المكون تقيل معايا وبيطلع زي ما هو كده بالظبط. على فكرة ده اللي بيعملوا بيه التورت والجاتوهات بره، او معنى اصح التورت اكتر، يعني عشان يبقى تعلى معاكي ويديكي الطعم الحلو. ده الكريم شانتيه. الكريم شانتيه ده عباره عن ايه يا جماعه؟ عباره عن نص كوبايه سكر على كوبايه كريم شانتيه خام بدون سكر، تمام كده، وكوبايه ونص ميه مثلجه. اضرب فيه لحد ما يبقى معايا كده واشيله في التلاجة. هاجي بقى للكيك. انا هنا عامله سيرم اللي هو العسل الخفيف اللي بيتعمل على النار، سكر وميه وليمون خفيف، بس انا عايزاه خفيف. اسقي بيه بالفرشه زي ما انتم كنتوا شايفين في الاول، بس دي الكيك من الداخل، وبرده هسقيه برده من بره. وهقوم حاطه الكريم شانتيه. طبعا الكريم شانتيه ده كان محطوط في التلاجة عشان يبقى معايا جامد، وزي ما انتم شايفينه في الصوره كده. اقوم حاطه الكيكه الطبقه التانية، بس برده سيرم. سيرم، لازم السيرم عشان ده اساس الكيك. تمام. بيدي طراوه وبيدي طعم، بيدي سكر في الكيك، وبيحتفظ بيها وبيخليها لك طريه، عشان بدك تقطعي حتى لو سبتيها في التلاجة بتطلعيها بتبقى طريه وطعمها حلو. اولا هو بيدي طعم على فكره لذيذ جدا. تمام. انا كده هغلف بقى بالكريم شانتيه اللي انا عملته، اللي انا قلت لكم عليه، اللي هو كوبايه كريم شانتيه بدون سكر، وعليه نص كوبايه سكر، وكوبايه ونص ميه مثلجه. انا كنت حاطه في بوله بره، حاطه ميه وعايرت بالكوبايه اللي عايرت بيها الكريم شانتيه والسكر. تمام كده. واضربي لمدة 5 دقايق أو 7 دقايق، هيطلع معاكي الكريم شانتيه ماسك كده زي ما انتم شايفين. ده معايا الاسباتيول. أنا الاسباتيول ده